اروح نقول لكم كيفاه تحضروا العصبان على طريقتي والسر باش يجيكم يشهي، وحتى اللي ما يحبوش يولي يموت عليه. والسر كامل في التتبيله اللي نحتاجو فيها كميه مليحه من المعدنوس، كميه مليحه من الدبشه، وكميه مليحه من السلق. نحتاجو حبه كبيره بصل، والتوابل اللي هما فلفل الكحل، بابريكا، فلفل حار، كزبر وكرويه. ورايحين نزيدو سر البنه واللي هو مكعب جامبو مرق خروف. نزيدو راس ثوم، مغرف كبيرة طماطم مصبرة، ونمزجو كامل المكونات مع بعض جيدا. ومن جهة نحتاج الكرشة اللي كنت نظفتها مليح وقطعتها قطع صغيرة، نحتاج لا فيونداشي والتتبيلة اللي كنت حضرتها، ونزيدو كمية من نعناع يبس ومرحي، ونمزجو كامل المكونات مع بعض، ونروحو نوجدو العصبانة تاعنا نخيطوها ونخليوها دو كوتي. ومن جهة نحضر المرقة اللي نحتاج فيها البصلة اللي قليتها مع الفلفل الكحل والسمن، زدت لها حبة طماطم مرحية، بابريكا، كزبرة وكروية، ومكعب جامبو مرق خروف. نزيد مغرف كبيرة طماطم مصبرة نخلطهم مليح، من بعد نحط العصبانة تاعي نمرقها، نغطي عليها ونخليها حتى تطيب. بعد ما تطيب نضيف لها الحمص اللي كنت طيبته من قبل، قرن فلفل حار، ونرش عليها رشه مليحه تاع نعناع، نغطي عليها نخليها تهز الغليه، والعصبانه تاعنا راهي واجده. هاد الوصفه خبيوها في عينيكم، جربوها ورجعوا لي الخبر. والى وصفه قادمه، سلام.